تركه وحده في المستشفى بعدما كانت قد مرضت مرضا شديدا بعد دخوله مباشرة وسقطت أرضا، وطلب سعد المجرد رؤية والدته بعدما دخل المستشفى في حالة خطيرة جدا. سنشاهد معا بالفيديو بالصوت والصورة لحظة بلحظة لحظة دخول نزهة الركراكي لزيارة ابنها المستشفى وصراخها الشديد لكي تبقى معه على سرير مجاور له. متابعينا الأعزاء، دعونا نتحدث معكم باللهجة العامية المصرية، نعلم جيدا أنكم تحبونها. متابعينا، سعد المجرد بريء ولا لأ؟ لورا قالت إن سعد المجرد أخذها لغرفته في الفندق في باريس وقام باغتصابها والتعدى عليها ضربا. المتابعين بيقولوا هو ما اغتصبهاش، هو ضربها بس. الكلام ده مكتوب على جوجل، لو سألت وكتبت ماذا فعل سعد المجرد هيقولوا لك الكلام ده كويس قوي.